وعدنا بمثل البدء والعود أحمد. متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. ونذكر السادة المشاهدين أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بعد هذه بدء فضيلة الشيخ، لعلنا وإياكم نبدأ هذه الفترة في الحديث عن سلسلة أحكام الأسرة أو الأحكام الفقهية تفصيلا وأحكام الأسرة بشكل دقيق، ونحاول أن نلم بها جميعا. ولعلنا نبدأ الحديث من بدايته الأولى. ما هي أهمية وجود الأسرة في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسألة الأسرة هو جزء على كل من طريقة إدارة أو تنظيم الناس في هذه الحياة، فهي تتكون عموما من أنوية أو مجموعة نواة الأسرة، نواة المجتمع القريب، نواة المجتمع البعيد، نواة الدولة، وهكذا. على كل هنالك تراتبية في عملية التنظيم. والنواة الأصغر على الأقل التي يعتمدها الإسلام فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، وبل كمان يمكن نقول حتى الجانب السياسي، لأن مسألة لها علاقة بالولاية، هو موضوع الأسرة. والأسرة تعتبر نواة أساسية في بنية النظام العام بالنسبة للأمة، وفي إطارها تتم حقيقة الكثير من القضايا مما يعرف بالتنشئة الاجتماعية والتنشئة السياسية والتنشئة الدينية، وبالتالي الأسرة هي النواة الأساسية. الإسلام ينظر إلى مسألة الأسرة بأنها أيضا فيها جانب استجابة لفطرة الإنسان التي فطر الله تبارك وتعالى عليها الناس، وهو ميل الرجال والنساء لبعضهم البعض، وهذه فطرة كامنة في النفس البشرية، ليكون هنالك حالة استمرار في هذا الوجود البشري. أن نحن ندرك أو نؤمن بأن بداية هذا الإنسان كانت من رجل وامرأة. لو لم تكن هنالك غريزة ما بين الرجل والمرأة في الميل إلى بعضهم، ولو لم تكن هنالك إرادة إلهية بأن ما ينجم عن اتصال بين الطرفين سيتولد عنه الخلق الذي هو الأحفاد من أبناء وبنين، لما نشأت البشرية كما نراها في صورتها الراهنة. وبالتالي أنت أمام صورة الخلق التي الله تبارك وتعالى أرادها في أن يكون هنالك حالة تناسل وتكاثر ما بين وتوالد بين الرجال والنساء، لينتج لنا مجتمعا إنسانيا ممتدا. وفي نفس الوقت لن تتم هذه الحالة إلا بوجود غريزة أعدها الله تبارك وتعالى وخلقها في هذين أو في هذين أو الجنسين أو النوعين، اللي هو نوع المرأة ونوع الرجل. لكن هذا الميل الذي هو ميلا فطريا وله علاقة بمقصد عظيم جدا من مقاصد الشريعة، وهي مقصد استمرار النسل البشري. يعني هذا من مقاصد الشارع، أن النسل لا ينقطع، أن البشرية تتقدم، أن البشرية تتكاثر لتنتج مسألة الاستخلاف في نهاية المطاف. إني جاعل في الأرض خليفة. وأعد الله تبارك وتعالى هذا الكون لهذا الخليفة الذي هو يتكاثر أبناؤه ويستفيدون من خيرات هذه الأرض التي أعدها الله لهم. إذن موضوع الأسرة له ارتباط بالزواج. موضوع الزواج له علاقة بمقصد من مقاصد الشريعة، وهو موضوع النسل واستمرار النسل البشري. وفي نفس الوقت أيضا موضوع النسل
والتكاثر مرتبط أيضا بطريقة شرعية تنظم هذا الوضع، وهو ما نسميه نحن بعقد الزواج. نعم. فلا يعترف الإسلام بأي علاقة شرعية بين الرجل والمرأة إلا إذا ارتبطت بطريقة معينة وعرفت على كل هذه الطريقة، أو معروفة هذه الطريقة في الفقه الإسلامي في مسألة العقود. لكن الإسلام يشير إلى ما هو أهم فوق هذا العقد الخاص اللي هو ما يعرف بالميثاق. وهنالك الزواج عند الله ميثاق، والميثاق يضرب معه سبحانه وتعالى. عندما تنشأ العلاقة بين الرجل والمرأة وفقا للعقد الصحيح فإنه ينشأ بناء على الميثاق الإلهي، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فيبقى هنالك الآن موضوع الأسرة وتعريفاتها طبعا القانونية والشرعية، لأن هنالك الآن أزمة كبيرة جدا في تعريف الأسرة. إلى 100 سنة تقريبا سابقة أو أقرب لم تكن هنالك إشكالية في تعريف الأسرة. يعني البشرية كلها من هم على الأديان وليسوا على الأديان كانوا يعترفون بأن الأسرة تنشأ من خلال وجود رجل وامرأة في علاقة معينة. ما الذي اختلف يعني؟ الذي اختلف الآن وهو بعد أن ظهرت الآن موضوع المثلية والشذوذ، هذا صار في إشكال في تعريف الأسرة، وبالتالي أنت الآن أمام إشكالية تشريعية وإشكالية قانونية، وستنشأ عنها إشكالات اجتماعية حول مفهوم الأسرة. وأنت الآن تتكلم عن الأسرة ضمن منظور معين وضمن أرضية تشريعية ومعرفية معينة، ستنشأ عندك هنالك إشكالات كبيرة جدا، وخاصة الآن في أوروبا. إشكالية أوروبا لو أنها اكتفت باعتبار أن هذا منظور غربي ويجب أن تلتزم به المنظومات الغربية، وأن هنالك مناظير مختلفة ورؤى مختلفة حول هذا الموضوع، ربما لكان الأمر سهلا. لكن ما نلاحظه أن الغرب يريد أن يعمم المنظور الجديد للأسرة من خلال الأمم المتحدة وقوانين الأمم المتحدة وتعريفات الأمم المتحدة للأسرة. فبعد فترة كثير من الدول إذا وقعت على هذه المواثيق سينشأ لك مفهوم جديد في الأسرة، وسينشأ أيضا علاقات جديدة في الأسرة، وبالتالي مواضيع الحقوق نفسها ستختلف معك منظومة النسب، سيختلف معك منظومة المحارم إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الأسرة عندهم ستكون كل شخصين ارتبطوا ببعض بعلاقة رضائية، رجلين امرأتين رجل وامرأة، كل ذلك سيشكل عندهم إيه؟ نعم. عنده أسرة. ويمكن في تعريف الأسرة أن تجد حتى في عالم الأبناء بعد فترة ممكن أن يكون الكلب ابنا، والمانع يعني يمكن أن يكون هنالك ضمن الأسرة أن يكون هنالك كلب يتبنى على أنه إيه؟ ابن، لأن في مشاكل أصلا في المنظومة نفسها. نعم. المنظومة ما دام أنك خرقت منظور الفطرة، نحن الآن لا نتكلم عن منظور الشرع، منظور الفطرة نفسه نعم. يقوم على أساس أن العلاقة الجنسية وعلاقة التوالد والتكاثر تكون بين رجل وامرأة. هذه مسألة فطرية ليست مسألة دينية، وبالتالي الخروج عن منظور الفطرة وقبله الخروج عن منظور الدين سيؤدي بنا إلى إشكالات كبيرة جدا. طيب هل من الناحية الشرعية لا يوجد أي خلاف في مفهوم الأسرة وتكوينه؟ بالنسبة لنا لا خلاف، على الأقل المنظور الديني، دعك من المنظور الإسلامي فقط. الآن كل أهل الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء يتفقون على أن الزواج هو علاقة بين رجل وامرأة. جميل. يعني للأسف الشديد طبعا الآن بدأ بعض الانحرافات، كما حصل انحرافات في العقائد. الآن الكنائس بدأت أيضا تحاول أن تشرعن زواج الرجل بالرجل، زواج المرأة بالمرأة، لكن هذه ليست أصل في مسألة الأديان. جميل. طيب في حال الزواج ما هي القواعد والأحكام التي يجب أن تتبع إذا اتفقنا أن الأسرة مكونة كما كونت في الشريعة؟ وابتداء طبعا لا بد من أن ننظر إلى موضوع الزواج بأنه تأسيس لعلاقة ممتدة وليست تأسيس لعلاقة طارئة. وعندما أقول علاقة ممتدة هي امتداد إلى أبعد من المدى الزمني الدنيوي. يعني الشريعة تنظر إلى موضوع العلاقات بين الأزواج يجب أن لا تكون قاصرة في البعد الدنيوي فقط، وبالتالي يمكن أن نطلق على هذه العلاقة أنها علاقة تؤسس لبيت الدعوة في الدنيا ولبيت الاجتماع الأخروي في المدى البعيد. لماذا؟ لأن الأزواج الذين صلحوا في هذه الدنيا ودخلوا إلى جنة الله تبارك وتعالى، وصلى الله يجعلنا من هؤلاء، إذا تفاوتوا في الدرجات فإن الله يجمع بينهم وذرياتهم. فأنت إذن البعد الأخروي إنه والله أنت تؤسس لحالة لا تنقطع عند لحظة الموت في هذه الدنيا، لا ستمتد معك.
ستمتد معك بالدعاء، ستمتد معك بالأعمال الصالحة التي ربما تكون من ورائك، ستمتد معك بعد ذلك في البعد الأخرى. وبالتالي هنا لا بد أن يكون هنالك حسن في مسألة الاختيار. يعني كيف أن الإنسان يختار زوجه، وهنا زوجه تصلح طبعا يعني الصحيح أنه أن نقول زوجه، الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، لكن طبعا للتفريق الآن الناس صارت تقول زوجته، لكن الرجل يختار زوجه. وهذا الاختيار لا بد أن يبنى على جملة من المعطيات، ينظر إلى البعد الديني، ينظر إلى البعد الأخلاقي، ينظر إلى بعد الأعراف، ينظر إلى بعد العفة. ففي مجموعة قضايا. أولا، لماذا أقول هذا؟ لأن أنت ستختار امرأة ستكون محضا لأولادك. نعم. وبالتالي فلينظر الإنسان لهذا المحضن، هذه النطفة التي ستضعها في رحم المرأة لتنتج لك ولدا، لا بد أن تحسن الاختيار في هذا الجانب. وعندما نقول الاختيار وإحسانه لا بد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع معين، وهو أن المرأة تنكح لأربعة: تنكح لدينها وجمالها وحسبها ومالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالجزئية الأولى التي لا بد من الالتفات إليها هو حسن الاختيار، كيف تستطيع أن تحسن الاختيار في العلاقة التي أنت ستبنيها. ثم بعد ذلك لا بد من لزوم الخطوات الشرعية بدءا وانتهاء. يعني أنت عندما تدخل إلى منظومة الزواج من أكثر المنظومات صرامة في الشريعة، يعني ما تركتها الشريعة لأن تكون فيها مساحات اجتهاد كبيرة. صحيح في مساحات اجتهاد عرفية أو في أشياء متروكة للعرف في تقديرها، لكن في مساحات كبيرة جدا ما تركت للأعراف، إنما نظمتها الشريعة بالتفصيل. فأنت لا بد وأنت تقبل على هذا الزواج أن تتهيأ بأنه والله هذه المنظومة ستتقبلها بحقوقها، بواجباتها، بحدودها، إلى غير ذلك. للأسف الشديد طبعا نتيجة واقعنا الاجتماعي الذي هو خليط ما بين الدين وغير الدين، ستلاحظ بأنه كثير من الناس أحيانا يدخل إلى هذا الزواج بمداخل أحيانا صحيحة، ولكنه في منتصفها كثيرا ما يحصل اختراقات وخروج عن حدود الله تبارك وتعالى. فعلى كل ما يمكن أن أقول في هذا الجانب أهمية مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالارتباط الأول والاختيار، العلاقات التي ترتبط بالخطبة والتواصل في هذه المرحلة، وكيف سيتم التواصل وكيف ستتم الرؤية إلى غير ذلك. وهنا طبعا ستدخل معنا إشكالات كثيرة جدا في هذه المرحلة بين المتساهل فيها والمضيق فيها. نعم. يعني البعض يريد يضيق لدرجة أنه لا يسمح للطرفين حتى بالحد الأدنى من التعارف، والبعض الآخر يفتح المجال ليحدث في هذه المرحلة ربما تواصل يتجاوز حد المعرفة. وأنت في نهاية المطاف المطلوب هو كيف تستطيع أن تصل إلى الشريك هذا بشكل على الأقل يوفر لك الحد الأدنى، تفهم طريقة عقليته وحياته ونمطه وما يحب وما يكره. ويمكن أيضا في هذه المرحلة أن يتم وضع الحد الأدنى لفكرة العيش المشترك ما بعد ذلك. ثم أيضا أنت ستعطي أيضا فرصة عن نفسك فيما يتعلق بطبيعة عملك إلى غير ذلك. فالشاهد هنا لا بد من مراعاة عموما جوانب الشريعة في هذا الجانب. وهل يوجد في هذا توجيه شرعي واضح قضية التواصل في فترة الخطوبة وما إلى ذلك؟ هو على كل في مجموعة أشياء. يعني أولا الرؤية مشروعة، ابتداء أن موضوع الرؤية مشروعة، وهنا ستأتيك تفصيلات كثيرة جدا طبيعة الرؤية وكيف ستكون الرؤية واختلافات الفقهاء في موضوع الرؤية. لكن خلينا نقول الحد الأدنى الذي يكون به الرؤية رؤية شرعية هو أن يتمكن الرجل والمرأة يتمكنا من بعضهم البعض في رؤية كاملة تستطيع أن تحكم لك على مظهر الإنسان، لأن الرؤية غالبا لها علاقة بالجانب المظهري. الأمور الأخرى تحتاج إلى شيء آخر، يعني إلى نوع من التفاهم. طيب، بعد أن حصلت على كل عملية الرؤية وحصل الميل ما بين الطرفين، لا حرج أن يكون هنالك جلوس في داخل بيت الأسرة بين فترة وأخرى إلى أن يتم اتخاذ القرار النهائي. لا حصرا داخل بيت الأسرة؟ الأفضل ذلك لأنه يعني الأمور الأخرى على كل قد لا تكون مأمونة العواقب. نعم. فيتاح على كل لهم مكان يكونون فيه بعيدا عن الخلوة المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن قضية الخلوة وأنها ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم. فنفيا لذلك واطمئنانا للأسرة أيضا على بنتها، وكذلك أيضا حتى لا ينزغ الشيطان بينهم، لأن هذه المرحلة لم يتم فيها الاتفاق، فربما تنتهي برفض يعني.
فعلى كل يمكن أن يكون هنالك جلسة جلستين ثلاث يعني لمزيد من التعارف ببعضهم البعض حتى يتم على كل اتخاذ الخطوات له. هنا أيضا سنأتي إلى قضية أخرى، وهو أن التواصل أحيانا قد لا يكون مباشر، لأنه أحيانا صار الزواج الآن عن بعد. أيضا في هذه المسألة أيضا نقول إذا كانت هنالك الجدية وكان هنالك الإصرار، أيضا الذي عموما تعامل فيه وأفتي به الناس أن المدخل يكون عبر الأسرة للتواصل الإلكتروني، ثم في زمن أيضا محدد للطرفين، بحيث والله يمكن أن يعطوا 10 أيام، أسبوعين، 3 ليكون هنالك نوع من المعرفة ببعضهم البعض، ثم بعد ذلك يتم على كل الاختلاف في هذا الجانب. بس التواصل الإلكتروني في هذا الشكل أما تعتبر خلوة؟ هي على الأقل خلينا نقول إنه والله ما حرم تحريم الوسائل أبيح للمصالح الراجحة. هو صحيح فيها خلوة، ولكن القضايا التي حرمت ليس لذاتها، حرمت لأنها وسيلة لشيء آخر تباح في المصالح الراجحة. فالرؤية نفسها ممنوعة في الأصل، أنك ليس لك أن تطلع على أكثر من يعني، لأنه هي في الرؤية نفسها يفترض أن تتخفف من ثيابها التي معروفة أن تخرج به إلى الشارع حتى تتمكن أنت. فهذا الجانب فيه خروج إلى حد ما، لكن لماذا أبيح هذا؟ لأنه فيه مصلحة راجحة، وهو إمكانية الوصول إلى الاتفاق. فلا حرج في تقديري إن شاء الله في هذا الجانب. هذا النوع من الخلوة المدروسة التي تكون منضبطة من خلال أيضا الأسرة، لا أرى في ذلك إن شاء الله ما يمنع. جميل. ماذا عن المهور وتسهيلها وتصعيبها عند البعض؟ هل هنالك أحكام شرعية متعلقة بهذا؟ الشريعة طبعا جاءت في هذا الاتجاه غير مقيدة بسقف معين. لماذا؟ لأن موضوع المهور هو موضوع عرفي أكثر منه موضوع حدي. يعني موضوع الشريعة ما جاءت لتقول والله أعطي ربع أو أعطي، لأنه يعني إذا أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حتى هذا السقف ربما ذكر في القرآن الكريم أنه ممكن قد تكون إحداهن أخذت قنطار، وهذا مبالغة طبعا فيه، فلا تأخذ منه. فالشاهد هنا موضوع المهور له علاقة بالأعراف بشكل كبير، لكن الشريعة حثت الناس على تقليل المهور، واعتبرت أنه والله كلما قلت عملية المهور كلما زادت بركة الزواج، حتى لا يتحول الزواج إلى حالة يعني أنت هنا لا تبيع وتشتري، يعني ليست هنالك مبادلة بيع وشراء، لا، إنما هو علاقة إنسانية يرتبط فيها الطرفان ببعضهم البعض. ولكن من باب المكرمة اتضح أنه أو شرعت الشريعة يكون هنالك مهر مكرمة وإثباتا للجدية وإثباتا للتقدير وكذا، شرعت لك المهر. لكن هنا يجب أن لا يستغل موضوع المهور لأن يحصل فيه المغالاة الكبيرة جدا، لدرجة أن الناس يتعطلون في عملية الزواج، فينشأ الظواهر اللي نعرفها الآن من العنوسة وغيرها، أو نشوع العلاقات المحرمة، أو زهد الناس من شباب وشابات عن موضوع الزواج. وبالتالي نحن هنا نقول لا حد معين نستطيع أن نلزم به الناس في المهور. لماذا أقول هذا؟ لأن الناس يتفاوتون بطبيعة الحال. فالمهر الذي سيدفعه الفقير ليس كالمهر الذي سيدفعه الشخص المتوسط، وليس كالذي رزقت برجل ما شاء الله يعني أوتي من المال ما أوتي، وبالتالي سيتفاوتون. فنحن نقول الأعراف تعتبر، لكن كلما قل المهر كلما كان إن شاء الله أبرك وأنفع للناس. جميل. طب هل يجوز الزواج بدون مهر؟ الزواج بدون مهر على كل أغلب المذاهب لا تجيزه، يعني لأن المهر سنجد إما أنه شرط من الشروط أو أنه واجب من الواجبات. فيعني ربما يتأخر المهر، ربما لا يذكر المهر، لكن في نهاية المطاف لا بد من المهر. لا بد من المهر حتى لو تأخر. يعني بعض المذاهب مثلا تجيز لك أنك أنت والله قد لا تدفع، بل قد لا تسمي وتدخل بالمرأة قبل أن تعطيها مهرها. بعد ذلك خاصة المذهب الشافعي يقول لك والله بعد ذلك ننظر إلى مهر مثلها، ما في إشكال، أنت ملزم بدفع في نهاية المطاف. في النهاية لا بد أن تدفع. جميل. ويمكن للمهر أيضا أن يتساهل فيه، منه ما يمكن أن يكون مقدم، منه ما يمكن أن يكون مؤخر، منه ما يمكن أيضا أن لا يكون ماديا مثلا. لا يكون ماديا. أنك أنت والله مثلا بعض النساء تقول لك والله أنا فقط التزامي معك أن تحفظني كتاب الله، فتلتزم لها بتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، ويعتبر مهرا. يعتبر مهرا، لأنه أنت في نهاية المطاف ستجلس مدة زمنية وتعطي من زمنك، والحبس يوجب النفقة، أليس كذلك؟ وأنت حبست هنا، أعطيت من وقتك ومنحتها هذا الوقت كأنما اشترت وقتها وقت منك لتعليم. يعتبر شرط من شروط الزواج. نعم. طيب هل هناك شروط أخرى لصحة عقد الزواج؟
نعم. أول الزواج عموما ما بين 4 إلى 5 شروط أساسية لا بد من الوقوف عندها يعني في موضوع نعم. الزواج. الشرط الأول الذي لا بد من مراعاته هو التعيين، أن الزوج معين والزوجة معين أي معروفين. يعني مثلا أنت جئت لرجل وقلت له أنا أريد أن أتزوج وهو عنده 5 بنات، فلا يأتي في لحظة العناية يقول والله زوجتك ابنتي. لا بد أن تكون معينة، لا بد أن يحددها محددة. نعم. ومشاهدة وتكون رأيتها وعرفتها. لاحظت؟ نعم. فما تبقى هذه المسألة فيها جهالة. الجهالة هنا غير مقبولة. أحيانا يلتقي أبوان، أبو البنت وأبو الولد، فيقول الأبو الولد والله أريد بنتك لواحد من أولادي. لا، حدد من هو هذا الواحد. نعم. أيضا سأعطيك إن شاء الله إحدى بنات، أو سأزوج ولدك إحدى بناتي. من هي هذه؟ فالتعيين. التعيين لا بد منه. يعني شوف هذه الأمور سبحان الله في قضايا العقود كلها ستلاحظ، حتى في البيوع العادية سيقول لك والله موضوع التعيين لا بد إما أن تكون البضاعة شايفينها قدامنا أو موصوفة وصفا ينفي الجهالة. نعم. فموضوع الجهالة هنا مرفوض، لا بد من التعيين. الأمر الثاني أيضا من شروط الزواج هو أن يكون هنالك تراضي بين الزوجين. يعني لا يجوز إنه والله أحد الطرفين يزوج بالإكراه، إنه والله أنت تجبر أحدهما، خاصة إذا كانت البنت قد بلغت الرشد وليست صغيرة السن، لأنه صغيرة السن في الفقه على كل في هوامش للوالد أنه يمكن أن يزوجها ثم قد يؤخر الدخول بعد ذلك، لكن يمكن أن تزوج صغيرة، ودي ممكن يعني نتكلم فيها. لكن البنت التي بلغت الرشد هنا لا بد أن تستأذن ويؤخذ على كل رأيها في من تريد أن تتزوج به. وخطأ جدا طبعا كثير من الناس للأسف الشديد، وإن كان الناس الحمد لله الآن في تحسن كبير في هذا الجانب، لكن بعض الناس يصر مثلا إنه والله يقول أنا أريد أن أزوجك ابن أخي وأنت ابن عمك وابن عمك وابن خالك وابن خالك. هذه القضايا زمان كانت على كل موجودة، وأحيانا هي تكون راغبة في شخص بعيد، فيأتي ابن العم ليقطع الطريق ويقول والله لا أنا أرغب فيها، وكأنه ابن العم ده خانته خانته محجوزة ولا ونعرف كثير من الزيجات والعياذ بالله فضت في لحظة المناسبة نفسها. لماذا؟ لأنه ظهر ابن العم. هذه كلها طبعا أشياء ليست صحيحة ولا يجوز أصلا بأي حال من الأحوال. ابن العم ليس له ميزة شرعية بمعنى أنه والله إذا تقدم هو يبطل غيره، لا، إذا هي رضيت بغيره يتقدم هذا. فالشرط الثاني هو موضوع التراضي اللي يسمى الإيجاب. شنو؟ الإيجاب والقبول، وهما ركنان على كل من الزواج، في أركانه الركنين الأساسيين الإيجاب والقبول. فمعنى ذلك يبطل الزواج إذا كان هنالك أحد الأطراف لم يتزوج برضا. النقطة الثالثة التي أيضا لا بد من مراعاتها موضوع الولي. لا زواج إلا بولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهنا لا بد أن ينتبه لها. ولذلك الأئمة الثلاثة تقريبا الإمام الشافعي وأحمد والإمام مالك يرون بأن أي زواج يتم بغير ولي فهو باطل. الأحناف تقريبا هم وحدهم الذين يتساهلون في موضوع الولاية. لكن هنا أنا قبل ما أقول إن والله أي الأمرين أرجح لابد أن أنبه إلى شيء واحد. علينا أن لا ننظر إلى الزواج بأنه علاقة شخصية بين رجل وامرأة وانتهت القضية. لا، الزواج أبعد من ذلك. الزواج فيه البعد الشخصي اللي هم الطرفين هذول سيلتقون. الزواج فيه بعد الولاية، لأن الوالد إلى أن تتم عملية تزويج بنته هو الولي عنها. عندما نقول هو الولي عنها بمعنى ملزم التزامات كثيرة جدا، التزامات معنوية ومادية إزاء بنتي. لتنتقل الولاية من الأب إلى الزوج لابد أن يكون الولي الأول موجودا. حصل؟ فهنا القضية ليست إنه والله نحن نريد نمارس وصاية، لا، لها علاقة بمنظومة الولاية في الإسلام. منظومة الولاية في الإسلام أن البنت وليها هو أبوها غير موجود، تراتبية موجودة في الولاية. نعم. أخي إلها بهذه الصورة. فالمسألة ليست قضية إنه والله أنتم لماذا تمنعون وهي لا، نحن الإسلام ينظم لها. بكرة بعد بكرة لا قدر حصل خلاف بين الزوج والزوجة، الشريعة مباشرة إذا حصل الطلاق معناها انتهت ولاية الزوج وعادت ولاية الأب إذا كان الأب موجود. وبالتالي
تصور أنت والد تجاوزته البنت وأخذت بمذهب الأحناف وقالت والله الأحناف قبلوا أو اقتنعت بأن هذا الموضوع. تصور والد أنها تزاوجت، لم تأخذ رأيه ولم يكن قابلا لهذا الزواج وهي تزوجت. الشأن الاجتماعي هنا سيختل. لماذا؟ بعد فترة يحصل خلاف فتذهب لتشتكي إليه، يقول لها اذهبي إلى زوجك، أنا الولاية ما اعتبرت عندما تزوجت فكيف تعتبر ما عند إيه؟ عند الطلاق، وهكذا. فالشاهد هنا موضوع الولاية لا ننظر إليه، وهذا ما أنبه إليه، يعني لا ننظر إليه باعتبار حالة شخصية بين رجلين، والله رجل وامرأة انسجموا مع بعض وبالتالي نحن نخفف على كل موضوع الولي. النقطة الخامسة موضوع الشاهدين، أن يكون هنالك إشهاد في هذا الزواج. إذا عندنا التعيين وعندنا القبول والإيجاب اللي هو الرضا، وعندنا موضوع الإشهاد. أي طبعا هنا في الخمسة هذه بعضهم يدخل المهر كشرط من الشروط، وبعضهم يعتبر واجب بعيدا عن الشروط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه شنو؟ ما يلزم من عدمه العدم. نعم. طيب يعني هذا الكلام أن الزواج العرفي وما إلى ذلك غير جائز لعدم وجود ولي؟ هو أصلا أي زيجة حتى في الزيجات اللي يسموها الآن العرفية هي فقط يخفوا الأمر، ولكن لا بد فيه من الشروط. يعني لا بد من ولي، لا بد من شهود، لا بد من رضا. هذه الثلاث أشياء هذه لا بد منها، وإلا تحول إلى شيء آخر. وفق الفقهاء الذين يرون اشتراط الولي معناها أنت تذهب إلى منح غير. لكن قضية إنه والله هذا الموضوع بعد الإشهاد عليه لا يتجاوز الشهود، لا يتجاوز أهل الزوج والزوجة لاعتبارات معينة لا يتم الإعلان عنه. الإمام مالك طبعا يرى الإشهار أهم من الإشهاد. الإشهار أهم من الإشهاد. أيوة، بمعنى إنه الزواج ليس مهما عنده أن يأتوا اثنين ويشهدوا، لا، المهم عنده إنه الزواج هذا يعلن عند الناس. نعم. فيعرف عند الكل بأنه والله الفتاة الفلانية تزوجت بفلان. هذا طبعا أنفى تماما لقضية لأن النكاح حالة إعلان والسفاح حالة إسرار. فالإمام مالك نظر إلى مقصود النكاح وهو يعني يكون معلنا، وبالتالي الزيجات على كل نحن نقول صحيح الحد الأدنى في الشروط أن يكون الولي موجود، بمعنى ولي البنت موجود والزوج موجود وفي شهود لهذه الزيجة وفي مهر تم بعد ذلك قضية الاتفاق في المبيت وعدم المبيت، في النفقة عدم النفقة، هذه كل قضايا ممكن إن شاء الله يتم التفاهم حولها. طيب إذن شروط التعيين والتراضي والولي والإشهار. نعم. طيب زواج المسلم من غير المسلمة أو العكس، ما الحكم الشرعي في هذا؟ نعم. في البدء كان العلاقة على كل مقطوعة ما بين زواج المسلم بغير المسلمة، اللي هو آية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، كان داخل في هذا الكل تقريبا، كان ممنوع من التزويج أو التزاوج المسلمين. لكن سبحان الله السياق المنهجي، وهذه مهمة جدا، لأنه نحن الآن نقول الشريعة انتهت إلى أن الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية العفيفة، ولا يجوز له أن يتزوج بالمشركة والكافرة والغير الدينية، لكنه يجوز له في اختلاف الدين يراعى فقط جزئية أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، هؤلاء يراعون ويستثنون في موضوع. لكن أقول أن هذا السياق الذي أبيح فيه موضوع الزواج من الكتابيات هو سياق منهجي يذهب في اتجاه التمكين، يعني ما جاء إلا بعد أن الدولة الإسلامية تمكنت والمسلمين صاروا أغلبية والنظام الإسلامي صار هو النظام الغالب. وبالتالي أقول للناس، وهذا من باب النصح فقط، أنه في أوقات استضعاف المسلمين وهيمنة الكفر على الناس وهيمنة الأنظمة غير الإسلامية على المجتمعات، الأخذ بهذا النوع من الأحكام هو أخذ بسياق غير منهجي. وضحت عندك؟ السياق المنهجي يجب أن يعتبر. فممكن واحد الآن يقول لك والله أنا ماشي أوروبا ويجد امرأة غير مسلمة وغير يعني كتابية، أولا يكون في إشكال في كتابيتها، لأنه أحيانا بعض الشعوب الأوروبية الآن لا علاقة لها بأهل الكتاب، والأمر الثاني لا علاقة لها بالعفة، لأنه مطلوب أيضا المرأة الكتابية أن تكون محصنة الإعفاف. فهنا على كل نقول يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بالكتابية إذا كان هنالك أمان في أنه والله سيكون هو صاحب اليد العليا، وبإمكانه أن أولاده هؤلاء لا يذهبون نحو دين زوجته. جميل. طيب نرجع خطوة للوراء قليلا. الآن إذا رفض الرجل تزويج رجل
بابنته بحكم أنه في قبيلة مختلفة أو كذا، هل يؤثم على هذا إذا كانت المرأة في يعني على وجه زواج؟ وعلى كل نحن خلينا نقول ابتداء الأعراف معتبرة في الجانب التزويج. الأمر الثاني تقديرات الأب باعتباره ولي، الأصل أنها معتبرة، إنه والله له تقديراته وله على كل حساباته. هذه التقديرات أحيانا قد تكون تقديرات اجتماعية، نعم. البنت قد لا تنتبه إليها ولكن الأب يعرفها. يعني مثلا أعطيك مثال، قد يكون هذا عائق كبير يعني. أيوة أحسنت. فهنا هذه التقديرات إذا استطاع الوالد أن يقنع بها البنت طبعا هذا هو الأفضل، لكن ما استطاع أن يقنعها لابد أيضا هي أن تدرك أن هذا الوالد حساباته كتجربة إنسانية قد تكون أعرف بكثير من لحظة الحب التي هي قد تكون عقلها منقلق، بينما هو تجربته طويلة، عنده قبل كده معارف بالقبائل، عنده معارف بالناس، فيدرك أنه والله مثلا العلاقات أو معرفته بأعراف الناس، هل بنته هذه تستطيع أن تنسجم مع تلك الأعراف أم لا تستطيع أن تنسجم. فنحن أنا الشيء دار أقوله إنه خلينا نحن نقول والله هنالك مساحة تترك للأب، لكن هذه المساحة تتوقف في حالة واحدة، يجوز للبنت أن تتجاوز الأب أو تتجاوز الولي إلى شيء آخر، تتجاوز الولي الأقرب إلى الولي الأبعد في حالة ما يسمى بالعضل، إنه يريد أن يحبسها عن حقها الشرعي. وهذه للأسف الشديد بعض الناس يكون والله بنته شغالة مثلا، بنته تعمل وبالتالي هو مستفيد من إيه؟ من عملها، أو مستفيد من مالها، أو يحبسها لانتظار شخص غني ويريد يستفيد من غنى. يعني بعض الناس يشترطون للوالد مبلغا معينا مثلا. هذه إذا شعرت الفتاة بأن والله ردها المرة الأولى والثانية والثالثة وشعرت بأنه يمارس عليها حقا غير شرعي ويضر بها، هنا يمكن أن تذهب إلى إيه؟ إلى الولي الأبعد، فتنتقل من الوالد إلى العم، أو من الوالد إلى الإخوان، أو إذا كان شعرت بأن هنالك أيضا حالة تضامن اجتماعي قد تحرمها من الزواج ويفوت عليها العمر، قد تنتقل إلى القاضي فيزوجها القاضي. شاكرين لك هذا الطرح وهذا التقديم دكتور حسن سلمان. شكر موصول لكم أنتم متابعينا الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نكرر الشكر لضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. أهلا وسهلا، جزاكم الله. أهلا ومرحبا. الدين يسر والشريعة سمحة والأمر شورى والحقوق قضاء، دين يشيد آية في آية لبناته السورات والأنواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء. دمتم بود. ha ha ha